احنا بسم الله الرحمن الرحيم كده عايزين مهاجم بس كده عينينا احلى مهاجم عشانكم. طيب ماشي، هو فين بقى؟ عايزين نشوفه يا عم. اتقل بس، هو جاي في السك. ايوه يعني هتعلنوا عن الصفقه امتى يا جدعان؟ اتقلوا واستنوا، هتاخدوا حاجه نظيفه. طب بالله عليك يا عم، انت ما زهقتش؟ موضوع مهاجم النادي الاهلي ده بقى يزهق وبقى ممل وبقى رخم والموضوع مسخ بجد والله. يعني فعلا الموضوع بقى ماسخ بزياده عن اللزوم. ولو انت فاكر ان بعد كل ده وبعد المده دي كلها، هل انت متوقع او انت مستني ان الاهلي فعلا يجيب مهاجم سوبر؟ خليني اقول لك بنسبه 90% الكلام ده مش هيحصل. ولو فعلا يعني في مهاجم جه، عايز اقول لك ان المهاجم ده هيبقى جاي عشان نرضي الناس، او بالمعنى التاني عشان نسكتهم. عايزين مهاجم، ادينا اهو جبنا المهاجم. ملف المهاجم ده الناس اللي شغاله عليه وصلت لقمه الفشل. خلاص هم مش قادرين يعملوا حاجه، مش قادرين ان هم يجيبوا مهاجم. وخلي بالك، هو اللي واخد عين الناس واخد عقل الناس قصه المهاجم، لكن اللي الناس يمكن تكون غفلانه عنه، على الاقل النادي الاهلي كان محتاج مدافع يسند مع عبد المنعم. هتقول لي ما هو موجود ياسر ابراهيم، هقول لك صح، انت عندك حق. ياسر ابراهيم خلي بالك حلو قوي في الالتحامات الهوائيه، عنده جرينتا وبيلعب بروح، ما اختلفناش وما قلتش حاجه. ياسر ابراهيم يخرج بالكره؟ لا، ما بيعرفش يعملها. ممكن يدخل مع حد في سباق سرعه؟ بكل امانه لا، وهيطلع خسران. طب مين بديل ياسر ابراهيم اللي ممكن يكون جنب محمد عبد المنعم؟ محمود متولي اللي هو حاليا اتصاب، رامي ربيعه. الا انا واحد من الناس ما اقدرش اعتمد على رامي ربيعه في ماتشات تقيله، او بمعنى اصح ما اقدرش اديله 90 دقيقه، خاصه في ضغط الماتشات اللي الاهلي داخل عليها. خلي بالك برضه رامي ربيعه من الناس اللي معرضه للاصابات الكتيره، فبالتالي لما هتتزنق هتقوم عامل ايه؟ هتقوم مدخل محمد هاني يلعب قلب دفاع جنب محمد عبد المنعم. فالنادي الاهلي على الاقل كان محتاج مدافع، زي ما هو بالظبط محتاج مهاجم. المهاجم اللي الناس شغاله على الملف بتاعه تقريبا بقالهم 3 سنين وداخلين في السنه الرابعه ومفيش جديد، مفيش مهاجم. دلوقتي لجنه التخطيط باداره الملفات بتاعه التعاقدات دي، يعني الواحد مش عارف، هم بقوا في حاله ارتخاء. الناس ما بقتش شغاله بشكل كويس، او يمكن شغالين على مدرسه قديمه. في عز ما الدنيا بتتطور ممكن نشيل الناس دي نحط ناس تانية اقدر، ناس لسه عندها ان هي تشتغل بشكل احسن. انا مش عارف، لكن فعلا كيرف النادي الاهلي في الموضوع ده نازل بشكل وحش جدا.